السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقاؤنا مع حلقة جديدة وحكاية نرجو أن تكون ممتعة ومفيدة. في برنامجكم الشيق يحكى أن عنوان حكايتنا ما هو يا عبد السلام؟ عنوانها عاقبة المكر السيء. نعم صحيح، هيا فلنبدأ بالحكاية. كان يا ما كان في قديم الزمان كان هناك رجل كبير يعمل في الزراعة طوال عمره، حتى أصبح يمتلك خبرة كبيرة، سواء كانت في المزارع أو حتى في الحياة اليومية. والحياة بصورة عامة. كان ذلك الرجل يمتلك أرضا، هذه الأرض صغيرة في مساحتها، لكنه كان يزرعها حتى يستفيد من المحصول، فيبيع ما يفيض عن حاجته حتى يوفر الطعام والشراب لأسرته ولأولاده. وكان لهذا الرجل حمار، هذا الحمار كان مجتهدا في عمله حتى أنه أصبح رفيق دربه بسبب المدة الطويلة التي قضاها الحمار في خدمة هذا الرجل، حيث كان ينقل له البضائع. دون كلل ولا ملل. لكن ومع طول المدة كبر هذا الحمار، وأصبح بطيء الحركة، كما أنه غير قادر على الحمل، فلا يستطيع حمل البضائع ولا حتى حمل صاحبه على ظهره، وذلك بسبب كبر سنه. لذا تركه الرجل في الحظيرة حتى يقضي آخر عمره. فهو لا يريد أن يتخلص منه بعد كل هذه السنين التي قضاها مع صاحبه في حمل البضائع، وحتى في حمله هو، فقرر المزارع أن يشتري حمارا جديدا، فذهب إلى السوق وبدأ بالبحث عن الحمار. لكن أمواله لم تكن كثيرة، لذلك اشترى حمارا بثمن بسيط، ولا يدري ما هي عيوب هذا الحمار، الذي كان حمارا كسولا، ولا يحب العمل أبدا، فقط يريد أن يأكل في مكانه، ثم العودة إلى النوم. حتى أنه عندما يذهب في مهمة تجده يتحرك ببطء وكسل. مضت هذه الحالة لمدة أيام، وكان كلما يكلفه المزارع بعمل تجد الحمار ينهض متضجرا وكسولا ولا يريد العمل. لكن في يوم من الأيام حدث شيء عجيب، جعل الحمار يأخذ درسا، وهذا الدرس لم ينساه طوال عمره، بل أصبح هذا الدرس مهما له، حيث كان سببا في إقباله على العمل دون كلل أو ملل. فيا ترى ما هذا الموقف الغريب الذي غير هذا الحمار، والذي كان يحب الأكل ويحب الخمول والكسل، ويكره العمل كما لا يحب حمل البضائع، بل حتى يحاول التهرب من حمل المزارع. لا بد أنكم تشوقتم يا أصدقاء، وتريدون معرفة هذا الموقف، سنحكي لكم هذا الموقف، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل ثم نواصل. أهلا وسهلا ومرحبا يا أصدقاء، عدنا لكم بعد الفاصل القصير لنواصل لكم في حكايتنا، والتي هي بعنوان عاقبة المكر السيء، والتي كنا توقفنا فيها عند الحمار الكسول. لكن يا ترى ما هو الموقف الذي حصل له وغيره ليصبح نشيطا ويحب العمل؟ بدأ الموقف عندما ذهب المزارع إلى السوق، وكان الحمار يمثل دور المتعب، لذا كان المزارع يقوده بحبل خلفه ولا يركب عليه حتى لا يتحجج في حمل البضائع. وكان الحمار يمشي سعيدا خلف المزارع. وعندما وصلا إلى السوق اشترى المزارع جوالات من الملح، ثم قام بوضعها على ظهر الحمار، والذي امتعض جدا من ذلك، وحملها وهو في قمة الضيق، حتى أنه كان يمشي بتكاسل مقصود، حتى لا يزيد المزارع عليه الأحمال. وكان في الطريق مجرى ماء، وبسبب تهاون الحمار ومشيه بطريقة متكاسلة تعثر الحمار وسقط في الماء، وتعرض الملح إلى بعض الماء، مما أدى إلى ذوبان بعضه، وبدأ الحمار يحس بشعور جيد، فقد قل الوزن الذي كان يحمله، فشعر بالانتصار،
ووصل المزارع بكمية قليلة من الملح إلى بيته، وكانت هذه خسارة بالنسبة له، لذا قرر الذهاب غدا إلى السوق مجددا، وشراء كمية أخرى من الملح، فعرف الحمار بالخبر وقام بتمثيل نفس الدور، بأنه مرهق وهذا الدور صعب عليه، لذا لم يركب المزارع في ظهره، بل قام بقيادته بالحبل، وهو يسير أمامه. وصلا إلى مكان الملح، وقام المزارع برفع الملح على ظهر الحمار، وكعادة الحمار قام بالتضجر بسبب ذلك. والمشي بتكاسل وخمول، وعند وصولهما إلى مجرى الماء ألقى الحمار نفسه داخل المجرى متعمدا هذه المرة، مما أدى إلى ذوبان نسبة كبيرة من الملح، وفعلا أصبح الحمل أخف من المرة السابقة، فأحس الحمار بالانتصار، وكان في قمة الفرح والسعادة. لكن المزارع كان حزينا، فقد كانت هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها جزءا من البضاعة، ولكن نظر إلى الحمار وجده سعيدا وفرحا بذلك، وهنا جلس المزارع، وبدأ يفكر في كيفية تأديب هذا الحمار المخادع والمكار، فقد عرف بمكر الحمار، لذا قرر أن يعطيه درسا. فعاد إلى البيت، وفي الصباح الباكر استيقظ المزارع كعادته، وذهب إلى الحمار التي بدت عليه السعادة، فقد كانت خطته معروفة، يصل إلى مجرى الماء ويسقط، لكن هذه المرة اشترى المزارع إسفنج، فذهب الحمار إلى مجرى الماء وسقط، لكن كانت المفاجأة، أصبح الحمل ثقيلا جدا على الحمار، فشعر بالتعب الشديد وبدأ يضحك المزارع، وعرف الحمار خطأه الكبير، وأن المكر السيء عاقبته سيئة، لذا قرر العمل بجد ونشاط، وأصبح يحب العمل من أعماق قلبه. لذا يا أصدقاء، المسلم لا يضر غيره، بل يجب أن يراعي أحوال الناس وحقهم. هكذا انتهت الحكاية يا أصدقاء. لكن ماذا عنكم؟ ما الذي استفدتموه؟ لا تنسوا راسلونا على هاتفنا الذي يظهر الآن على الشاشة، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية، على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر نحييكم. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.